سنة جديدة، بدايات جديدة، أحلام جديدة. كل سنة وانتم طيبين. كلنا قلنا لنفسنا أول السنة دي هتبقى مختلفة. هبدأ صح، هخلص أهدافي، هبقى منتج وهغير حياتي. وزي ما كل يوم بيبدأ بأمل جديد، كل سنة جديدة بتبدأ بطموح جديد. بس يا جماعة، في لحظة كلنا عارفينها. الساعة 8 الصبح انت صاحي قايل لنفسك النهاردة هيبقى يوم تحفة. هاكل صحي، هخلص الشغل بتاعي، هذاكر، هعمل رياضة. الساعة 8 بالليل وانت قاعد على الكنبة، منهار تعبان مش قادر تقوم. حتى اختيار الفيلم اللي تتفرج عليه بقى صعب عليك. وبتحس انك فشلت انك تحقق اللي انت كنت عايزه في اول اليوم، صح؟ بتقول لنفسك انا ايه المشكلة بتاعتي؟ ليه مش قادر اخلص يوم واحد زي ما خططت ليه؟ ليه الارادة بتاعتي بقت ضعيفة كده؟ طيب لو قلتلك ان ده مش ضعف ارادة خالص، لو قلتلك ان مخك حرفيا عنده حصة محدودة من الطاقة كل يوم، وانت من غير ما تحس بتصرفها على حاجات كتير لحد ما توصل اخر اليوم وتلاقي الخزنة صفر. طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه decision fatigue او ارهاق القرارات. والنهاردة هفهمك بالظبط ايه اللي بيحصل جوه مخك، ليه ده بيحصل، واهم حاجة ازاي تحافظ على طاقة القرارات بتاعتك علشان ما تخلصش في نص اليوم. يلا بينا. بص، الموضوع ده عالمي، كل الناس في كل مكان بتحس بيه. بس احنا كعرب وكمصريين بالذات في حاجات في طبيعة حياتنا بتخلي الموضوع ده أصعب بمراحل. طيب تعالى نشوف زي ايه. أول حاجة، العيلة الكبيرة، مش بس ماما وبابا وإخواتك، لأ، العمات والخالات والجدة والعم وولاد العم وولاد الخال. كل واحد فيهم عنده رأي في كل حاجة انت بتعملها. هتلبس كده ليه؟ هتروح فين؟ هتتجوز امتى؟ الشغل ده مش كويس علشانك، ليه مش بتدور على شغل او حاجة تانية احسن؟ وانت عشان حضرتك مؤدب ومحترم مش بس بتسمع، انت كمان بتفكر في كلامهم، بتحاول تبرر اختياراتك وبتشرح وبتحاول تطمنهم. كل دي قرارات. هقول ايه؟ هرد ازاي؟ هزعل مين؟ هرضي مين؟ واحنا لسه في اول اليوم. تاني حاجة، الالتزامات الاجتماعية، يعني فرح، عزا، زيارة المستشفى، واجب مفروض تعمله. وانت لو قلت معلش مش هعرف اجي، دي مش اجابة بسيطة، دي محتاجة تفكير. طيب هما هيزعلوا؟ طب هيفتكروا ان انا مش مهتم؟ طب اقول ايه؟ اعتذر ازاي؟ حتى اللا البسيطة بتاكل طاقة رهيبة من مخك. وتالت حاجة بقى، الثقافة الاجتماعية، يعني في ثقافات تانية الواحد لما بيجي ياخد قرار بيسأل نفسه سؤال واحد بس: أنا عايز إيه؟ عندنا موضوع تاني خالص، عندنا بقول أنا عايز إيه، العيلة هتفكر إزاي، طب الناس هتقول عليا إيه. ده الصح، ده المفروض. قرار واحد بقى 5 قرارات مضروبين في واحد. واضرب بقى كل ده في كل اختيارات صغيرة وكبيرة بتاخدها في يومك. الساعة 2 الظهر وانت خلصت حصة القرارات كلها المفروض تكفيك لآخر اليوم. علشان كده لما تلاقي نفسك آخر اليوم مش قادر تقرر حاجة، مش قادر تركز، ده مش عيب فيك، ده مخك بيقولك خلاص الطاقة خلصت النهاردة، مفيش قرارات تانية. طيب تعالوا نفهم مع بعض ايه اللي بيحصل بالظبط جوه دماغنا. طيب تخيل معايا في جزء اتكلمنا عليه كتير اسمه prefrontal cortex، وهو الجزء اللي فوق الجبهة ده بيعتبر ال CEO بتاع مخك، ده المسؤول عن كل قرار بتاخده، وعن كل مرة بتركز فيها، عن كل مرة بتقاوم فيها إغراء معين، أو كل مرة بتنظم فيها مشاعرك. بس السي او بتاعنا ده عنده مشكلة، هو بيشتغل على الجلوكوز، دي الطاقة بتاعت الدماغ، وعنده كمية محددة منها كل يوم. كل ما تاخد قرار، اي قرار حتى لو صغير، بتصرف شوية من الجلوكوز ده. هلبس ايه؟ جلوكوز. هاكل ايه؟ جلوكوز. هرد على الايميل ده ولا لأ؟ جلوكوز. هسكت ولا هرد على التعليق ده ولا لأ؟ برضو جلوكوز. خليني احكي لك حاجة لاحظوها الريسيرشرز او الباحثين. عملوا دراسات على ناس بتتسوق او بتعمل شوبينج في المولز والسوبر ماركتس. لقوا ان الناس اول ما بتدخل بتبقى واعية حكيمة، بتقارن الاسعار، بتفكر انا محتاج ده لا فعلا ولا لا. بتشوف حاجة حلوة تقول لا لا اوكي اتس نايس بس انا مش محتاجها دلوقتي. بعد ساعتين 3 من الشوبينج واللف في المول، بعد ما تكون أخدت مئات من القرارات الصغيرة، الماركة دي ولا الماركة دي، المقاس ده ولا اللون ده، بتلاقي نفس الشخص بيحط في الكارد أو في العربية حاجات أصلا هو مش محتاجها.
بيشتري من غير ما بيفكر، بيقبل أول عرض يشوفه، بيصرف فلوس على حاجات كان رافضها في أول اليوم. وده مش علشان هو شخص بيحب يضيع فلوسه أو غير مسؤول، لأ، ده علشان طاقة القرارات عنده خلصت. مخه تعب من كتر ما أخد قرارات طول اليوم، فبقى ياخد أسهل قرار، خلاص هاخده. وده بالظبط اللي بيحصل معاك آخر اليوم، ده مخك اللي خلصت طاقته. في حاجة تانية بتحصل في دماغك، وهي معركة أو خناقة بين المخ القديم والمخ الحديث. ايه ده؟ هو في كذا مخ؟ مخك مش جزء واحد، مخك عبارة عن طبقات اتبنت عبر ملايين السنين. المخ القديم اللي هو بنسميه الليمبيك سيستم، ده الجزء اللي احنا ورثناه من أجدادنا القدام قوي. شغلته الأساسية عايز متعة دلوقتي، عايز راحة دلوقتي، عايز أبعد عن أي ألم. قوي جدا وسريع جدا. طيب ايه المخ الحديث ده؟ ده اسمه البريفرونتال كورتكس اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه. ده الجزء اللي بيفكر في المستقبل، بيقولك استنى، ده مش في مصلحتك على المدى البعيد، بس ضعيف لما تكون تعبان. في أول اليوم المخ الحديث اللي هو البريفرونتال كورتكس بتاعك بيكون قوي، لسه بياخد قرار، بيقدر يقول للمخ القديم لأ، مش هناكل حاجة مش صحية النهاردة، مش هسكرول على الموبايل، لازم نشتغل دلوقتي. لكن في آخر اليوم المخ الحديث ده بيبقى تعبان، والمخ القديم هو اللي بيبتدي يسوق. يلا كفاية تفكير، عايزين راحة، عايزين ناكل شيبسي واحنا قاعدين على الكنبة، عايزين نسكرول على الموبايل دلوقتي. وانت من غير ما تحس بتلاقي نفسك بتعمل بالظبط اللي مخك القديم عايزه، مش لانك ضعيف، لكن لان المخ الحديث بتاعك خلاص نام من التعب. تالت حاجة بتحصل اسمها ego depletion. في عالم نفس اسمه روي باومايستر عمل أبحاث كتير عن الموضوع ده، واكتشف حاجة مهمة جدا. قوة الإرادة بالظبط زي العضلة أو زي المصل، لما بتستخدمها كتير بتبتدي تتعب. كل ما تقاوم إغراء، كل ما بتاخد قرار صعب، كل ما بتجبر نفسك تعمل حاجة أنت مش عايزها، قوة الإرادة بتاعتك بتبتدي تضعف شوية بشوية. علشان كده مش غريب انك تبدأ يومك وانت قوي، قادر تقول السوشيال ميديا لأ، قادر تاكل صحي، وتخلص يومك وانت مش قادر حتى تقاوم فيديو قصير على التيك توك. مش انت اللي اتغيرت، العضلة تعبت. طيب ايه الحل؟ تعالى نشوف مع بعض ازاي نحافظ على طاقة القرارات دي. طيب اول حل، قلل القرارات الصغيرة. انت عارف ان ستيف جوبز كان بيلبس نفس الهدوم كل يوم؟ مارك زكربيرج نفس الحكاية، تي شيرت رمادي وجينز. ليه؟ مش لانهم ما عندهمش فلوس يشتروا هدوم، لا، لان هم فاهمين ان كل قرار صغير بياخد طاقة كبيرة. هلبس ايه النهاردة؟ ده قرار، لو شلت القرار ده وفرت طاقة لقرارات اهم. انت كمان تقدر تعمل كده، حضر هدومك من بالليل، يبقى الصبح مفيش قرار. اعمل روتين للفطار، نفس الاكل كل يوم او 3 اختيارات بس. حدد مواعيد ثابتة للرياضة، مثلا الساعة 6، للمذاكرة الساعة 8، يبقى مفيش تفكير هعملها امتى. كل قرار صغير بتشيله من يومك بتوفر طاقة لقرارات كبيرة. الحل التاني، خد القرارات المهمة بتاعتك الصبح. الصبح مخك بيبقى أقوى حاجة لما بتصحى من النوم، البريفرونتال كورتكس بيبقى نشيط، الطاقة بتبقى عالية والوضوح بيبقى موجود. فما تسيبش القرارات المهمة لآخر اليوم. عايز تذاكر مادة صعبة؟ ذاكرها الصبح. عايز تخطط لمشروع؟ خطط له الصبح. عايز تاخد قرار مهم في حياتك؟ الصبح. عايز تكلم حد في موضوع مهم؟ برضه الصبح. طيب واخر اليوم لا، ده نسيبه بقى للحاجات السهلة، يعني هنرد على ايميلات، هنرتب اوراق، هننظف اوضتنا، حاجات ما تحتاجش تفكير كتير. تالت حل، وجبات منتظمة. فاكر لما قلتلك ان المخ بيشتغل على الجلوكوز؟ طيب لو جلوكوز قل في دمك، مخك حرفيا مش هيشتغل كويس. وده مش معناه انك تفضل تاكل طول الوقت، لا، المهم الانتظام والجودة بتاعة الوجبات بتاعتك. الحل بسيط، ما تفوتش وجبات. لو جعان مخك مش هيشتغل وهتاخد قرارات غريبة. لازم تاكل أكل فيه بروتين ودهون صحية، بيدي طاقة مستمرة، مش سكر سريع بيخلص بسرعة. تالت حاجة، يبقى عندك سناكس ذكية معاك، مثلا زي مكسرات، فاكهة، حاجات تحافظ على مستوى الطاقة بتاعتك. الحل الرابع، لازم تاخد بريك. مخك محتاج فترات راحة علشان يبدأ يعيد شحن نفسه، زي الموبايل بالظبط. لو فضلت شغال من غير ما تاخد بريك، هتلاقي نفسك بتاخد قرارات غريبة، بتنفعل على الناس، مش قادر تركز، وبتحس انك
هتنفجر. كل ساعتين 3 خد من 10 ل 15 دقيقة راحة، بس مش سوشيال ميديا، دي راحة وهمية. السوشيال ميديا بيخلي مخك ياخد قرارات اكتر، لان انت بتعمل سكرول داون من غير ما توقف، اعمل لايك ولا لا، اعمل كومنت ولا لا، كل دي قرارات. الراحة الحقيقية يعني امشي شوية في الشارع، حتى لو في الأوضة بتاعتك، اتفرج من الشباك على حاجة بعيدة، اعمل تنفس عميق لمدة 5 دقايق مثلا. ولما تعمل الحاجات دي مخك هيشكرك وهترجع تاني بطاقة جديدة وصافي الذهن كمان. الحل الخامس وهو تطبيق قاعدة if then. يعني ايه؟ يعني التخطيط المسبق. ده حل قوي جدا وناس كتير ما بتعرفوش. بدل ما تسيب نفسك كل يوم تقرر هعمل ايه لو حصل كذا، قرر مرة واحدة مقدما. يعني مثلا لو حد عزمني على حاجة وانا تعبان هقول لا شكرا، بس انا فعلا محتاج النهاردة راحة. خلاص انا قررت مرة واحدة من الاول. لما الموقف بيجي مفيش قرار جديد، انت دايركتلي بتنفذ القرار اللي انت اخدته في الاول. طيب اديلك مثال تاني. لو حسيت بجوع الساعة 4 مثلا، خلاص انا عارف ان انا هاكل تفاحة ومكسرات. طيب هخلص شغل الساعة 8 بالليل، معناها 8 هقفل اللابتوب وهريح ومش هعمل اي حاجة زيادة. القاعدة دي بتشيل عنك عبء القرارات في اللحظة ان انت تاخدها، لانك اخدتها من زمان وانت صاحي وانت فايق وواعي. لو بصيت بص أعمق هتلاقي إن الموضوع إرهاق القرارات ده مش بس عن القرارات نفسها، ده عن كمان الخوف من كلمة لأ. في ثقافتنا إحنا متربيين إن لأ دي كلمة وحشة، لأ يعني أنت أناني، لأ يعني أنت مش كويس، لأ يعني الناس هتزعل منك، لأ يعني أنت بتغزل اللي بيحبوك. فبتقول أيوة لكل حاجة، أيوة للزيارة اللي أنت مش عايزها، أيوة للشغل الزيادة، أيوة للطلبات اللي فوق طاقتنا، وكل أيوة دي زي بتاخد من طاقتك ضعف. طيب ليه الضعف؟ لأنك مش بس بتعمل الحاجات اللي انت مش عايزها، انت كمان بتصرف طاقة رهيبة في كبت مشاعرك الحقيقية. بتقنع نفسك انك غلطان، بتمثل انك مبسوط وانت مش مبسوط، وبتندم بعدها على انك وافقت. وعلى فكرة ده صراع داخلي مستمر وبياكل من طاقتك أكتر من أي قرار تاني. الحقيقة اللي انت محتاج تعرفها انه في لأ واعية. يعني ايه؟ بتحافظ على الطاقة بتاعتك، بتحمي صحتك، وبتخليك موجود بجودة اعلى من الناس اللي انت بتحبهم فعلا. لما تقول لأ للحاجة اللي مش مهمة بتوفر طاقة للحاجة المهمة. وصدقني الناس اللي بتحبك بجد هتفهم وهتحترم حدودك دي. وقبل ما نخلص من الجزء ده في سؤال مهم جدا عايزاك تسأله لنفسك. أنا بصرف طاقتي على إيه بالظبط؟ على قرارات حقيقية مهمة، ولا على إرضاء الناس؟ على تحقيق أهدافي، ولا على تحقيق توقعات الناس التانية؟ لو قعدت مع نفسك بصدق وجاوبت على الأسئلة دي هتلاقي إنك بتصرف 70-80% من طاقتك على حاجات مش مهمة أصلا. ووقتها تعرف تعيد توزيع الطاقة دي وتحميها وتستخدمها في اللي ينفعك. طيب خلينا بقى نلخص الرحلة اللي احنا عملناها دي كلها ونقول اتعلمنا ايه النهاردة. اول حاجة، مخك عنده طاقة محدودة من القرارات كل يوم. ده مش ضعف فيك، ده تصميم المخ البشري بتاعنا. 2، كل قرار حتى الصغير جدا بياخد من الطاقة دي. 3، في ثقافتنا العربية احنا بناخد قرارات مضاعفة. 4، مخك زي أي عضلة بيتعب مع الوقت. و5، في حلول عملية جدا تحمي طاقتك. طيب 6 6، لأ الصحية الواعية مش أنانية، دي حماية ليك وللناس اللي بتحبهم. النهاردة انت معاك معلومات تقدر تغير بيها فعلا حياتك. طيب التحدي بتاعي ليك الأسبوع اللي جاي، مش عايزاك تعمل كل حاجة مرة واحدة عشان ما يبقاش overwhelming. عايزاك تمشي خطوة خطوة. أول يوم مثلا اكتب القرارات الصغيرة اللي انت بتاخدها، اختار بس 3. اليوم التاني نفذ 1، حضر هدومك مثلا، أو قرر فطارك، أو حدد مواعيد ثابتة زي ما اتفقنا. اليوم التالت والرابع ابدأ يومك بأصعب حاجة. اليوم الخامس راقب أكلك، انت فوتت وجبة النهاردة ولا أكلت كل الوجبات في وقتها. اليوم السادس تمرين اللأ، قول خليني أفكر وأرد عليك مرة واحدة، ما تفضلش تقول أيوة وانت مش عايز تعمل أي حاجة. اليوم السابع راجع بقى الأسبوع كله، هل حسيت بفرق بعد ما عملت الستابس دي؟
واعرف حاجة مهمة جدا، انت مش لوحدك في الرحلة دي. كلنا وانا شخصيا بنتعب، بنحس اننا مش قدها احيانا، بنلاقي نفسنا اخر اليوم منهارين على الكنبة ومش فاهمين ليه. بس الفرق انك دلوقتي فاهم ايه اللي بيحصل، مش بتلوم نفسك، انت بتقول مخي تعب بس محتاج رعاية. وده فرق كبير جدا، لما تفهم بتقدر تتصرف وتبقى رحيم مع نفسك. لو الفيديو ساعدك شير لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي تجربة شخصية مع ارهاق القرارات او لو جربت اي حل وفرق معاك اكتب لي في الكومنتس. اشوفك في الفيديو الجاي باذن الله. وافتكر انت اقوى مما تتخيل، ومخك اذكى مما تظن، بس هو محتاج شوية رعاية منك. stay safe والسلام عليكم.